عاملين ايه؟ عاملة ايه؟ حط اشتراك ولايك حط اشتراك لايك ويلا بينا نعمل الكنافة الجميلة. كنافة جميلة جميلة كومنت ما تنسوش الكومنت الجميل. جميل. يلا بينا نبدأ الوصفة. وصفة زي ما انتم شايفين كده طعمها خطير وكمان لونها وهتظبط معاكي من اول مرة. يلا بينا نخش على الطريقة مع بعض. معايا هنا نبتدي بالقشطة. معايا هنا كوبايتين من اللبن، هحط عليهم حطهم على النار يغلوا معايا، وهجهز النشا بتاعي. ربع كوباية من اللبن عليهم معلقتين من النشا كبار، هقلبهم كويس لحد ما يدوبوا كويس جدا. واول ما اللبن يغلي هنزل عليه بالنشا بتاعي اللي متدوب في ربع كوباية لبن عشان تبقى كريمية ما تكلكعش معايا. زي ما انتم شايفين كده هتربط معاكي بسرعة، قلبيها كويس هتربط معاكي وتبقى كريمية كده وخفيفة. كمان انا بعد ما بطفي بحط معلقتين كبار من القشطه البلدي او القشطه المعلبه زي المتوفر عندك. لو مش حابه تضيفيها ممكن تضيفي كريم شانتيه لو متوفر عندك. انا ما كانش متوفر عندي فما حطيتش غير قشطه، بس قشطه بلدي. وهنا انا هبتدي اجهز الكنافه بتاعتي. صينيه الكنافه على بس ما تهدى شويه القشطه. طبعا انا ما حطيتش فيها سكر، وعشان انا هسقي بشربات فمش عايزاها تبقى مسكره قوي، ما حطيتش فيها سكر. كمان انا ضفت عليها عصير حليب. لو مش متوفر عندك خلاص بيديها تست حلو كده. هنا كده معايا 350 جرام من الكنافه. هبتدي اهريهم كده كويس، ادخلها الفريزر وبطلعها اهريها كويس، وبحط عليها معلقتين من السكر البودر. وبعد كده بجيب الصينيه بتاعتي، ما بحطش عليها زيت سمنه خالص دلوقتي غير في الصينيه. يعني انا حطيت نص كوبايه في الصينيه بتاعتي اللي انا هشتغل فيها سمنه. وبعد كده بحط الطبقه الاولى التلات ارباع وبشيل ربع عشان اقفل بيه الوش. وبعمل كده حراف على جناب الصينيه عشان القشطه ما تطلعش منها وتتحرق معايا في الفرن. طبعا هضغط كويس جدا بصينيه تانية عشان تبقى يعني متساويه زي ما هتشوفوا كده دلوقتي معايا. خلاص كان مجنني بيحب يعمل معايا، انا ما برضاش اكسفه بصراحه، وبيحب يطلع معايا في الفيديوهات. زي ما انتم شايفين كده انا هنا كده كنت خلصت. هبتدي بقى انزل بالقشطه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده ناعمه خالص خالص، طعمها لذيذ. لو حابه تضيفي بدل اصنص الحليب تضيفي ربع معلقه من السمنه البلدي بتوديها في حته تانية. هسيبها 5 دقايق بس كده تتشمع على مغسل الحله بتاعت القشطه والحاجه اللي في الحوض كده بسيطه، عشان لو حطيت الكنافه عليها كده يعني هترطب معايا مش هتبقى حلوه. بسيبها بس تتشمع زي ما انتوا شفتوا كده، بحط ايدي عليها ما بتطلعش معايا كده. هي خدت تشميعه وابتدي اقفل عليها، ما بضغطش جامد، واقفل الجوانب كويس عليها وابتدي ادخلها في فرن. عشان اشغل الفرن على درجه حراره 200. واجيب نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه تاني يعني، وابتدي كده انزل بالسمنه بلدي بقى، سمنه على زيت، سمنه بس زي ما تحبي، وانزل بالوش على بقيت نص كوبايه السمنه، وادخلها الفرن. يكون الفرن سخن قبلها، تاخد كده تعمل من الحروف يعني تتحمر كده من الحروف وتسيب الصينيه، او اطفي واولع الشوايه اديها لون بس كده. وبعد كده بنزل بالشربات يكون بارد خالص وتقيل على قد ما تقدري. زي ما انتم شايفين كده معايا الشربات تقيل زي ما انتم شايفين كده. دي اهم حاجه عشان يخليها ناشفه معايا من بره وطريه من جوه، بتبقى خطيره. حتى لو مش هتحشيها حاجه بتبقى طعمها حلو، بتبقى طريه معاكي، بتبقى ناجحه جدا جدا جدا. اسيبها شويه الشربات يتشرب، وبعد كده بقلبها على صينيه، وبروح جايه شايلاها كده واروح جايه مديه الوش التاني. شوفوا لمعتها وجميله خالص ومستويه حلو جدا معايا. هو السمنه هي اللي بتخليها كده، او الزيت يعني الماده الدهنيه هي اللي بتخليها تحمر وتبقى لونها موحد كده. هحط الشربات بتاعها كويس، وبعد كده هسيبها تتشرب الشربات، وهرجع اقطعها معاكم كده بعد ما اتشربت معايا. ناشفه خالص من بره بس لذيذه جدا من جوه وناجحه
والقشطه بتاعتنا ولا هي جامده قوي ولا هي سايحه قوي، مظبوطه جدا زي ما انتم شايفين كده معايا. المفروض اسيبها ساعه، دي بعد نص ساعه كده، ساعه الا ربع بدات اقطعها. زي ما انتم شايفين طعمها خطير ولونها جميل ومقرمشه كده من بره وطريه كده من جوه، حاجه كده في اللذيذ. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.